اهلا بيكم في فيديو جديد. ده الفيديو اللي انا ممكن اقول عليه الفيديو المنتظر، اللي من كتر ما انتوا طلبتوه مني بقيت حاسه بالذنب. انا ازاي لغايه دلوقتي لسه ما عملتوش؟ وهو ازاي نقدر ان احنا نسيح الشمع؟ ايه هي الطرق اللي انا ممكن استعملها عشان اسيح الشمع، سواء كنت مبتدئ او محترف؟ دي الطرق بتاعه تسييح الشمع. وزي ما معوداكم انا حاطه لكم كل المعلومات اللي هتحتاجوا تعرفوها عن الموضوع ده في فيديو واحد، عشان ما تضطروش تتفرجوا على مليون فيديو عشان تاخدوا المعلومة كاملة. وده اللي معوداكم عليه في القناة بتاعتي. فيلا بينا نبتدي، وما تنسوش قبل ما نبتدي اللايك والسبسكرايب والشير، وزي ما بنقول على طول وروني دعمكم وتشجيعكم. يلا بينا. خلونا مبدئيا كده نقول في اول الفيديو معلومة مهمة جدا، وهي ان كل نوع شمع ليه درجة انصهار معينة. في شمع بتكون درجة انصهاره منخفضة، زي مثلا الشمع اللي قدامنا ده اللي هو شمع الصويا. ده شمع بيبقى كريمي جدا، وهو اللي عادة بنستعمله في الكوبايات او في الجارز بتاعت الشمع. بيبقى ناعم خالص وعامل زي الكريمة كده، هو اللي بنستعمله عشان نعمل الكريمة اللي هي بتتحط من فوق على الشمع في الايه، في التزيين او في الديكوريشن. فيعتبر النوع ده من الشمع فعلا ما بياخدش وقت خالص عشان يدوب، بيسيح في وقت قليل جدا، وفي نفس الوقت درجة انصهاره منخفضة جدا. بيجي بعده النوع التاني من شمع الصويا، هو شمع الصويا القوالب. ده برضو نفس الفكرة، درجة انصهاره تعتبر منخفضة اكتر شوية من الشمع الكريمي اللي هو بتاع الكوبايات، بس برضو نفس الفكرة. ده على طول النوعين دول من الشمع احنا يفضل ان احنا نقعد جنبهم وهما بيسيحوا، ما نسيبهمش. معاهم برضو شمع النخيل وشمع العسل. كل الشموع اللي هي عادة بتبقى طبيعية، بتبقى المصدر بتاعها طبيعي، بتبقى درجة انصهارها منخفضة. والشموع اللي هي المعالجة، زي عندنا شمع البارافين، زي ده اللي هو الكريستالين، زي شمع الجل، كل دول درجة انصهارهم بتكون اعلى شوية. طبعا انا عملت فيديو قبل كده الفرق ما بين انواع الشموع، وايه هي انواع الشموع، ارجعوا له برضو. هحط لكم اللينك بتاعه هنا. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف ازاي ممكن نسيح الشمع. هنحتاج بقى ايه؟ هنحتاج حاجة ندوب فيها الشمع، ودي طبعا هيبقى مخصوص للشمع، مش هنستعملها في اي حاجة تانية في المطبخ. اول طريقة عندنا وهي اللي بنسميها الدبل بويلنج، او اللي هي ان انت تسيحي وانت تسيح الشمع في حمام مية. اوكي، موضوع سهل جدا. بتحطوا الشمع بتاعكم في جار زي كده او كوباية الموجودة عندكم، وتقوم حاطين مية، مالين الكونتينر كلها مية لغاية بس ما تغطي الحتة اللي من تحت من الكوباية. وبعد كده بتقوموا حاطينها دايركت على النار، بتقعد بقى تغلي. هي بخار المية والحرارة بتاعة المية المغلية هي اللي هتسيح الشمع. دي اول طريقة، ودي الطريقة اللي انا بنصح بيها كل المبتدئين ان هم يعملوها، علشان هي بتوزع الحرارة صح والشمع بتدوب كله مع بعضه. تاني طريقة لينا وهي ان انا اخد الشمعة زي ما هي بالكونتينر، احطها جواها واسيحها على طول على نار مباشرة. الطريقة دي برضو سهلة وكويسة تعتبر، بس الطريقة الاولانية احسن منها، عشان بقولكوا هي بتوزع الحرارة اكتر واحسن. بس طبعا الحمام المية بياخد وقت، غير الطريقة دي ممكن تكون مناسبة للناس اللي عندها اوردرات كتير ومستعجلة. بس زي ما بقولكوا انا انصح دايما ان انتوا تعملوا بحمام المية، بيبقى احسن. اوكي، ودي تاني طريقة عندنا. تالت طريقة بقى، ودي اللي انا يعني بشوف ناس بتعملها بس بستغربها جدا، وهي الميكرويف. في ناس كتير بتقوم حاطة الشمع في الميكرويف وتسيحه، تسيبه مثلا لمدة دقيقة، او على حسب طبعا بالتمرس انتوا بتبقوا حاسبينها. يعني تقولوا مثلا الشمع ده بياخد دقيقة، بياخد اكتر، بياخد اقل. كل ما تعملوا كل ما بتعرفوا قد ايه بياخد وقت. فدي طريقة تانية ما انصحش بيها قوي، لان انا يعني حاساها ريسكي شوية. اخر بقى طريقة وهي الحلة، دي بتبقى موجودة في اي مكان بيبيع مستلزمات الشمع، او ممكن برضو تشتروها اونلاين. انا لقيت اكتر من موقع بيبيعها اونلاين، وقالوا لي ان هي موجودة في مصر، بس انا بصراحة لغاية دلوقتي لسه ما لقيتهاش. فلو انتوا من مصر ولقيتوا الحلة دي، ياريت تبعتولي او تكتبولي كومنت جبتوها منين، علشان انا فعلا محتاجاها وبدور عليها. ولو انتوا من البلدان العربية اعتقد ان انتوا هتلاقوها عادي، ولو بتحبوا الشوبينج اونلاين هتلاقوها بكل سهولة.
وزي ما انتوا شايفين هو بيبقى ليها احجام كبيرة وصغيرة على حسب احتياج شغلكم، وبيبقى مكتوب برضو عليها بيستخدم لايه. يعني مثلا زي دي مكتوب ان هي لإذابة الشمع الصويا وشمع جوز الهند والعسل والبرافين. فدايما ابقوا اقروا عليها وشوفوا هي هتكفي قد ايه وقوتها قد ايه، يعني كام واط. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.